السلام عليكم ورحمة الله أخواتي وحبايبي. تعالى نتكلم شوية في السوبر المصري والحرقان اللي شغال في 100 عقبة. يا جماعة، من امبارح في حرقان شغال على السوشيال ميديا وفي البرامج. بجد أنا ما شفتش كده. الناس دي يا جماعة مشكلتها الوحيدة إن هي دايما عندها أعذار. يعني نفسي مرة يقولوا الحقيقة بجد. يعني امبارح يا جماعة الأهلي لعب ماتش تقيل. الأهلي امبارح يستحق الفوز. امبارح زيزو من افضل اللعيبه موجوده في الملعب، بل هو يعني افضل لاعب كان موجود في الملعب امبارح في الفرقتين. الناس دي مش عاوزه تعترف باي حاجه حقيقه، مش عارفين ليه. انت امبارح ما كنتش كويس، انت امبارح ما كنتش موفق، انت امبارح ما قدمتش حاجه تكسب عشانها. اطلعوا قولوا كده، يعني اطلع اتكلم كوره، اطلع اتكلم فنيات. تطلعش تتكلم تقول لي اصل تحكيم، واصل انت مش عارف ايه، واعذار، وفرقتي مش متكامله، وعندي غيابات، وعندي تعبانيات، وعندي صعبانيات، والدوله والارض اكتوبر. يا جماعه كفايه اعذار بجد، والله العظيم بيصعب عليا بجد. الناس بتوع نادي الزمالك دول بحس ان هم يعني ناس تعبانه، مخها تعبان بجد. غصب عني لازم اقول الحقيقه، لان انا مش هقدر ادير اكتر من كده. لان انا امبارح بعيدا بقى عن الاهلي، امبارح عمل ماتش كبير، واللعيبه امبارح بصراحه كلها تستاهل الاشاده. الا ان بعد الماتش لما تيجي تتفرج بقى على بعض الاراء اللي المفروض تسمعها من محللين رياضيين، والمفروض ناس لعبوا كوره وناس فهمانه كوره، يقول لك اصل تحكيم ايه يا راجل؟ طيب طب اجيب لك حكام منين تاني؟ اصل انا عندي غيابات. اعمل لك ايه؟ انت اصلا فريقك كله على بعضه غيابات. يعني الموجودين منهم واللي مش حاضرين منهم هم اصلا بالنسبه لي غيابات، مش نفس الكواليتي اللي عندي. دايما عندهم الاعذار. انا امبارح شفت وانا بقلب في السوشيال ميديا البني ادم اللي اسمه جمال عبد الحميد ده. والله خساره الواحد يقول عليه بني ادم كمان بجد. يعني الواحد شخصيه مستفزه قوي يا جماعه بجد. يعني انا ما اقدرش استحمل اشوف الفيديو بتاعه كتير. عمال يقول لك رقم 25 في الاهلي، فكابتن هاني رمزي بيقول له زيزو. قال له لا انا ما اقولش اسمه وانا ما اعرفش ايه. وكان في ضربه جزاء على الاهلي في ماتش سيراميكا، والاهلي بيتجامل المنظومه التحكيميه. انت شفت حتى المعلق عمال يشكر في زيزو، هو زيزو اللي جاب الجون؟ يا كابتن انت مريض نفسي. بالله انت مريض نفسي. لو مفيش حد عارف يقولها لك انا اقولها لك. انت شخصيه مريضه نفسيا. انت بني ادم خساره تقال عليه بني ادم. انت فظيع. راجع نفسك بجد. انت شخص مريض نفسي، شخص عندك هوس. الاهلي عامل لك عقده شيزوفرينيا حد عندك. بتتكلم بطريقه مستفزه. انا امبارح كان صعبان عليا كابتن هاني رمزي وهو قاعد قدامه، لان ميدو كمان عمال يجامل معاه، لان ميدو كان المذيع في البرنامج بتاعه، وعمال يجامل كابتن حميد، كابتن جمال، ويقول له انت كابتننا وكابتن مصر. كابتن ايه يا عم؟ يعني ابو الزمن اللي خلى ده في يوم من الايام يتقال له كابتن. الناس دي مرضى نفسيا. انت لو جبت اي شخص عادي في الشارع ماشي سالته، هيتكلم بكل طبيعي، يعني بكل عقلانيه. مش هقول لك بقى هيتكلم بكل حياديه، انا مش عايز حياديه، بس اتكلم بعقلانيه، اتكلم كوره. يعني نفسي مره اشوف ناس تتكلم كوره. هو ليه انتوا بتتكلموا دايما بالاعذار والظروف والاجواء والمؤامره الكونيه والمظلوميه، والناس كلها بتحب؟ طب لو الناس كلها بتحب الاهلي فخلاص يا جماعه، هنعمل لكم ايه؟ طيب بس الحب ده من عند ربنا، الناس بتحبه. يعني المعلق امبارح محدش. يعني انت كمعلق رياضي، يعني انت بتذيع ماتش وشايف لعيب متألق في الماتش، هتقول ايه؟ ما اكيد لازم تشكر فيه، ما اكيد لازم تشيد بيه جوه الماتش، ما هو انت دي شغلتك. وانا عارف ان شغلتك برضك يا كابتن جمال ان انت هتطلع تستفز الجمهور، بس دي بصراحة بقت حاجة يعني اوفر. انت بقيت شخص بجد بحس انك مريض نفسيا بجد. يعني انا مش يعني هقول لك ايه، ما هو انت لقيتها سبوبة اكل عيش. زيك زي كتير قوي بيمتهنوا المهنة دي، زيك زي الدرديري بيمتهن المهنة دي، زيك زي رضا عبعال بيمتهن المهنة دي، زيك زي كتير قوي واخدين السكة دي. احنا نستفز الجمهور، فنجيب مشاهدات، ونجيب لايكات، ونجيب مش عارف ايه، والريتش يعلى، ونتلف في البرامج، ونتلف هنا ونتلف هنا. ما احنا حراقين. انتوا مش حراقين، انتوا عبارة عن اراجوزات. البرامج بتجيبكم عشان تجيب مشاهدات، على حس ان انتوا ناس مختلة عقليا، ناس اراجوزات، بني ادمين
بجد. خساره ان هم في يوم من الايام لعبوا كوره، لان هم لا يعرفوا حاجه عن الكوره. هم كل اللي يعرفوه ان هم ازاي يستفزوا الناس، وازاي مش عارف والله اجيبها لك ازاي. الواحد ماسك لسانه بالعافيه. بس نرجع لمرجوعنا، ومبروك السوبر للاهلي، مبروك لكل جمهور الاهلي. ماتش عالي، ماتش كبير، وطول عمرنا ان شاء الله حراقين كده وبنحرقهم، ومن بطولة لبطولة. وألف ألف مليون مبروك للعيبة وللجمهور والإدارة وكل من له علاقة بالنادي الأهلي. مليون مبروك، وخلوهم يولعوا شط نار. السلام عليكم.